السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده احنا هنرسم على جذوع الشجر بالالوان الاكريليك. اللوحتين دول انا اشتغلتهم بس ما صورتهمش، واللوحه التالتة انا هرسمها معاكم. هو اي نعم الفيديو ده هيكون رسم بس، ولكن زي ما انتم عارفين انا مش بحب ادي معلومات ناقصه، فهيظهر لكم تابة فيها فيديو كامل ازاي نحضر جذوع الشجر اللي هنرسم عليها ويبقى سطح ناعم علشان نقدر نرسم عليها بشكل كويس. هنا بقى انا جهزت الالوان اللي هنشتغل بيها والفرش. الفرشة اللي هستخدمها رقم 1 ب10، والفرشة الكبيرة دي كنت مفكرة ان انا هحتاجها لكن انا محتاجتهاش. واللون الابيض ده لو انتوا هتجيبوا الكبير خلي بالكوا لان هو بيهدر جدا. بالنسبة للبالت بقى فاستخدموا البالت اللي انتوا عايزينها. انا استخدمت قبل كده بالت خشب وبالنسبة لي كانت كويسة، بس البالت البلاستيك بتبقى كويسة جدا للالوان الاكريليك لان هي بتتشال بسهولة وبتتنضف بسهولة جدا. ده بقى اللي كنت بحذركم منه، من اللون الابيض، لان هو فعلا هدر معايا جدا واداني كميه انا مش هستخدمها كلها. وزي ما شفتوا في بدايه الفيديو كنت حاطه الصوره اللي انا هرسمها، فالباك جراوند بتاعتي لون السما بيبي بلو. خلطت الازرق بالابيض لحد ما وصلت للدرجه اللي انا هستخدمها. انا من محبي جدا الالوان الاكريليك لان بعد ما بخلص بحس ان هي بتديني كده طابع قيم جدا للوحه اللي انا رسمتها، حتى لو انا ما اديتهاش ورنيش، بس تكون الالوان دي لامعه مش الوان اكريليك مات. وخليني اقول لكم برضو ان لازم السطح اللي هنشتغل عليه يكون متجهز ويكون مستوي. الخشبة اللي انتوا هتشوفوها دي او جذع الشجر اللي انتوا هتشوفوه ده انا ما كنتش مجهزاه 100%، انا بس صنفرته. وده علشان الشخص اللي قطع لي الجذع كان مقطعهولي بطريقة كويسة جدا، وما كانتش الخشبة محتاجة تجهيز زي الفيديو اللي انا مجهزة فيه الخشب. يعني كانت الجذع اللي معايا ده مستوي وناعم جدا فعلا، ما كانش محتاج اي تجهيز غير شوية صنفرة صغيرين. وبعد فترة طويلة جدا بجد من رسمي على عدة أسطح أو أسطح كتير، فأنا من محبي الرسم على الأخشاب بوجه عام، جذوع شجر أو خشب قديم أنا جددته. فالموضوع بيكون ليه متعة كده بخلاف الرسم، يعني بغض النظر ان انا بحب الرسم، بس لما بكون برسم على أسطح مختلفة فعلا الموضوع بيكون ممتع. حبيت اقول بس المعلومة دي علشان مش شرط ان انتوا ترسموا على جذوع شجر، لان في ناس مش متوفر عندها او ما تعرفش تجيبه منين. فلو عندكم اي اخشاب في البيت مش هتستخدموها او مستغنيين عنها، جربوا ارسموا عليه او جهزوه بطريقة صحيحة، هتلاقوا فعلا طلع نتيجة كويسة جدا. انا برضو عندي هنا خشب قديم، معرفش ممكن تشوفوه في فيديوهات جاية، ممكن اكرر التجربة ان انا ارسم على جذوع شجر او على اخشاب قديمة ولا لا. بس ممكن فعلا اجرب التجربة واوريكم السطح قبل وبعد كان عامل ازاي، والفرق ما بينهم وشكله بعد الرسم. ونقطة مهمة جدا مع الرسم بالأكريليك إن انتوا لازم تستنوا الطبقات تنشف، ده لو انتوا مش عايزين تعملوا دمج مع الألوان. يعني هنا أنا خليت الطبق اللبني تنشف جدا، ما خليتش حتى ان فيها نقطة مش ناشفة علشان ما تدمجش مع أوراق الشجر اللي أنا حابة أعملها على الطروف. الرسمة المفروض ان هي متاخدة من تحت لفوق، يعني هيكون في الأطراف عليها أوراق شجر والسحب، والمفروض أسلاك الكهرباء والعصافير. مش عارفة المفروض ان انا اوصف الرسمة بالطريقة دي ولا لأ، او في ناس هتحب الوصف ده ولا لأ، ولكن شوفوا برضو النتيجة النهائية وقولولي برضو رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش برضو لما تجربوا تبعتولي تجاربكم على الانستجرام، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. اللون الاخضر اللي عندي كنت حابه اغمقه شويه، فضفت له سنه بسيطه جدا من الاسود، وكنت حابه اعمل اطراف غامقه والباقي فاتح. فاستعنت بالاسود على الاطراف خالص زي ما انتم شايفين كده، وابتديت ان انا اكمل باللون الاخضر، وبعدين هفتح اكتر من الاخضر ده. تدرج الالوان بيدي واقعيه اكتر للرسمه. وتدرج الالوان عامه بحس ان هو بحر كبير، مهما ان احنا نرسم كتير بيختلف فعلا من رسمه لرسمه. الفرشة اللي انا بستخدمها دي فكرت كتير جدا ان انا ارميها، بس ما بقدرش لان انا بكون بستخدمتها في حاجات كتير، فحاسه كده ان في ارتباط ما بيني وما بينها او ما بيني وما بين الفرش عامه. في فرش فعلا خلاص بتبقى اتكسرت فعادي برميها، لكن في فرش معينه فعلا بتطلع لي ريفليكشن حلو جدا. هنا بقى كنت حابه ارسم السحب، فما كنتش حابه ان انا استخدم نفس الفرشه اللي انا استخدمتها في ورقه الشجر، ممكن يكون باقي منها اثر. اللون الابيض زي ما قلت لكم هدر مني، ففعلا ساب يعني نشف شويه. هو نشف شويه بس ما بصش يعني يطلع منه الحاجات اللي انا محتاجاها او الكميه اللي انا محتاجاها.
هنا بعد ما رسمت ورق الشجر كنت المفروض ارسم السحب الاول علشان ادمجها بورق الشجر او تبقى ورا ورق الشجر. بس لما افتكرت هبتدي ان انا ارسم السحب عادي، وهبتدي اعيد تاني بالاخضر على ورق الشجر ده. مش هقول ان دي اول مرة ارسم فيها سحب، بس بجد بتختلف من سطح للتاني، فلو انا رسمتها على الورق بيختلف جدا لما باجي ارسم على الخشب من حيث الدمج مش اكتر. وبرضو كل ما بتكتروا في تفاصيل الرسمة، في رسومات بتبقى محتاجة تفاصيل كتيرة علشان تبان، وفي رسومات بتبقى مش محتاجة قوي. فأنا من أنصار الناس اللي بتزود في تفاصيل الرسمة علشان تبان أكتر. هنا أنا حاولت إن أنا أدمج شوية باللون أو أخلي درجة شفافية اللون الأكريليك أسيحه أكتر، يعني بالمعنى الأصح، مع اللون اللبني. حاولت قوي إن ما يكونش فيه انفصال ما بين السحب وما بين الباك جراوند اللي وراه. كنت حابة قوي ان السما تطلع صافية جدا ما فيهاش اي غيوم، فكنت حابة ان انا ادمج اللبني فقط بالابيض علشان تطلع الرسمة زاهية. انا عايزة تفاصيل كتير في الرسمة علشان تبان، بس في نفس الوقت عايزة احافظ على ان الرسمة تكون زاهية. وفي نقطة بقى كنت حابة ان انا اتكلم فيها معاكم، وهو ان انا كنت من الناس اللي من انصار الشغف، ان طول ما الشغف موجود طول ما انا هعمل كل حاجة في حياتي، وان انا هستمر وطالما الشغف ده ما راحش لأي لحظة في اي لحظة من اللحظة. ولكن لا يا جماعة، هو انا اكتشفت الموضوع ده متأخر، بس قلت برضو لازم ان انا اقوله، ان مش لازم عشان نكمل في حاجة احنا بنحبها لازم يكون في شغف. هو الشغف هيجي لما احنا نستمر في الحاجة اللي احنا بنحبها ونشوف منها نتيجة، وهنلاقي بعد كده الشغف اتجدد لوحده. ولو في لحظة جات لكم شغف في اي وقت لأي موضوع انتوا حابين ان انتوا تكملوه، سواء رسم او تصوير او اي حاجة، في اي موضوع من هواياتكم او حتى شغل، بجد ما تضيعوش الوقت ده واستغلوه اسوأ استغلال، لان مش طول الوقت فعلا الشخص بيكون شغوف بالحاجة اللي بيحبها، واوقات جدا يعني بيفقد اي حماس في حياته ان هو يكمل. ولكن احسن قرار ممكن تاخدوه هو قرار الاستمرارية. الاستمرارية فعلا هي اللي هتساعدكم ان انتوا تشوفوا نتيجة من اي موضوع انتوا حابين تكملوه، سواء اذا كان رسم او تصوير او اي موضوع في حياتكم، دراسة او شغل او ايا كان. ان شاء الله المرة دي ما تكتبوليش انت بترغي كتير في الكومنتات، عشان لو كتبتولي كده هقول لكم انا فعلا رغيت كتير. نرجع لرسمتنا الجميلة، وهنا أنا كنت برسم جذع شجر، وهنا دمجت اللون البني بالأسود لأن أنا كنت حابة درجات غامقة في الجذع الشجر. مهم جدا علشان الرسمة تطلع معاكم حلوة أو بالشكل اللي انتوا عايزينه، ان انتوا تختاروا فرشة مناسبة وتختاروا الألوان المناسبة للجذع أو للسطح اللي انتوا بتشتغلوا عليه. في الشجرة هنا أنا كنت حابة أعمل تدريج ألوان، وهو إن أنا أستخدم البني الأول أغمق بيه، وبعد كده أعمل عليه مرة تانية بالأخضر. ولو تلاحظوا هنا أنا ما استنيتش اللون البني ينشف، لأن أنا كنت حابة إن يكون في دمج ما بين اللون الأخضر واللون البني، حتى لو دمج بسيط مفيش أي مشكلة. مهم جدا إن يكون جنبكم كوبايتين مية، واحدة تكون كبيرة علشان نغسل فيها الفرش اللي احنا استخدمناها، سواء اذا كان فيها الوان تقيلة سوري غامقة او الوان فاتحة. والكوباية التانية احنا هنستخدمها علشان نخفف بيها الالوان وتكون نظيفة علشان متغيرش اللون اللي احنا هنستخدمه. الخطوات دي تبان بسيطة جدا واكتر من حد اتكلم عنها او انا بتكلم عنها كتير، ولكن فعلا بتفرق معانا في الرسمة. لو احنا بنستخدم الوان فاتحه وما نضفناش الميه اللي احنا بنستخدمها، او استخدمنا ميه لونها متغير، هنلاقي ان اللون الابيض فقد زهوته. عشان كده لازم نهتم جدا بالخطوات دي علشان نكون راضيين عن الرسمه 100%. هنا بقى انا استخدمت ارفع فرشه عندي، وفي زيرو في تو زيرو. انا استخدمت فرشه رقم واحد عادي جدا، لان كان الشعرات بتاعتها رفيعه جدا، فانا محتاجه الرفع ده. ابتديت ارسم اسلاك الكهرباء، واللي المفروض ان هي هتبين لي الشوت اللي متاخد للصورة من تحت. والاسلاك دي بتكون رفيعة جدا، فمش المفروض ابدا ان احنا نتخنها. عشان كده بقول لكم ان لازم ان الفرشة اللي احنا هنستخدمها تكون رفيعة، او نكون موفقين في اختيار الفرش اللي احنا هنستخدمها للرسمة. الرسمة سهلة جدا بجد، حتى لو فيها تفاصيل كتيرة فهي مش تفاصيل صعبة، فجربوها. وانا بجد بتبسط جدا لما بتبعتولي التجارب بتاعتكم على الانستجرام. بعد ما بخلص الرسمة المفروض ان انا بستخدم لها ورنيش مائي، هيحافظ لكم على الرسمة بجد وقت اطول.
حتى لو احنا مستخدمين الوان اكريليك، والالوان الاكريليك مش سهل ان عوامل الجو تأثر فيها قوي، ولكن الورنيش فعلا بيعمل لها طبقة عازلة اكتر، وده بيسهل عليكم جدا ان انتوا تنضفوا اللوح بتاعتكم بكل سهولة. هنا بقى انا حبيت اعمل شكل الطيور بشكل صغير جدا علشان تبان الرسمة او شكل السما من بعيد. وهنا انا ابتديت اخد اللون الاخضر الفاتح عن اللون اللي انا مستخدماه، وابتديت اعمل ورق شجر عشوائي. وهنا اكون خلصت الرسمة بكل تفاصيلها. ولو حابين تعرفوا ازاي تجهزوا جذوع الشجر او ازاي تشتغلوا عليه او تجيبوه منين، فانا حاطه فيديو مثبت ازاي نجيب جذوع الشجر ونحضرها، وحرفيا كل التفاصيل عن الاخشاب او الجذوع الشجر بالذات. انا ما حبيتش ان انا اطول وقت الفيديو جدا، وحبيت ان هو يكون مقتصر على الرسم فقط. ولو حابين تسألوا عن اي حاجة انا ما اتكلمتش عنها في الفيديو او الفيديو اللي فات، يا اما تبعتولي على الانستجرام او اكتبولي كومنت وانا هرد عليكم. سلام، واشوفكم في فيديو جديد.